يلا يا باشا. اشترك في القناة وعلى جرس الكومنتات سمعني. انت يا عم فيتوريا الله يبارك لك، ماسك لي الراي اللي معاك على التاب، وكل شويه يعمل لك كده وتعمل بعض كده وتعمل بعض كده وتعمل بعض كده. طب هو احنا هنقعد نعمل كده؟ انت بتقبض بالملايين عشان نقعد نعمل كده كل شويه؟ الله يبارك لك يا عم الحاج. هي معروفه 4-3-3 يا عم الحاج، وتلعب بيها صريحه. العب بالترحيل، عمالين نقول الترحيل الف ب الترحيل. حطيت الشناوي ماشي، حطيت الاربع اللي ورا، حطيت لي محمد هاني، وحطيت لي محمد عبد المنعم، وحطيت لي حجاز، وحطيت لي محمد حمدي. يعني انت في التشكيل اللي قبل كده كنت بتلعب على جبر وبتلعب عمر كملعب واحد. جيت بدولة اول ماتش كده في نص الملعب بادئ لي بتلاتة، حطيت لي حمدي فتحي والنني وزيزو اللي هو مش مكانه اصلا هنا. زيزو يلعب حته من الطرفين اللي فوق عشان يستفاد بقدرات زيزو الهجوميه، قدرات زيزو ان الراجل بنيته الجسديه كويس، بيخبط بيلعب عنده كوره. ثلاثة اللي فوق خالص هات لي مصطفى محمد صلاح وتريزيجيه، وبيجي محمد صلاح وتريزيجيه من تحت الفرد الوهمي، وعايز مصطفى محمد ياخد الكورة التاني. طب انا عايز اعرف حاجه ليه ما بداتش بمحمد هاني، او بدات عمر عبد الواحد وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، والناحيه التانيه احمد فتوح. هتقول لي ليه يا شريف؟ هقول لك تعالى اقول لك ليه يا شريف. احمد فتوح معوض على بطولات افريقيا، ففي الملاعب اللي ما فيش فيها اكسجين هيقدر يقف ويقدر يأدي الماتش كله. محمد عبد المنعم راجل رجليه في الملعب، الراجل شغال كويس رجليه في الملعب. لكن حجازي لسه راجع من صليبي، باستثناء كم ماتش لعبهم في السعوديه. لا ده الراجل اديله 8 شهور بعيد عن الملعب، بعيد عن الضغط، بعيد عن الاجواء. الناحيه الثانيه معمر ابو واحد بتلعب على طول وموظف في الحته دي. يعني ابعد انا اللعيب اللي معايا وراح اجيب لعيب من اخر الدنيا يلعب في نص الملعب. عمال تحط مروان عطيه، بنلعب فوق مروان عطيه حمدي فتحي وامام عاشور. خلاص ماشي، خلي مروان عطيه وحط حمدي فتحي وحط الناحيه التانيه زيزو. انا ما بقللش من شأن النني ولا من كرة النني. النني لعيب كويس خالص خالص ولعيب جامد جو، انا ما بقللش. بس انت كل ماتشاتك شغال بمروان عطيه والنني وزيزو، او مروان عطيه وحمدي فتحي وزيزو. تقلب النهارده الطريقه اللي هي مروان عطيه وراجل. ده مروان عطيه بيعمل يعني انت بتديله الخطه بتاعتك على السبوره ولا التاب بتاعك دوت، بيعمله زي ما انت بتقول. تيجي انت تطلعه بره الملعب خالص. انت فين يا عم؟ بس عمال نقول لك قدرات هجوميه قدرات هجوميه، تطلع فوق العبها سيرف يا عم سهل. يلعب يا عم تريزيجيه هاف ليفت، والحاج صلاح هاف رايت، والحاج مصطفى راس حرب. لكن احنا هنقعد نألف ونلعب احنا فرود وهمي، والتوظيف غلط في غلط، وتغييراتك النهارده متأخرة كلها. وانا مش عارف، وراح طلع تريزيجيه اللي بيزج الفرقه لفوق، وتنزل له عمر كمال تدافع بيه، وراح بعد كده طلع لي محمد هاني وتنزل مرموش. طب ايه هو اللي انت بتقوله ده؟ خلاص يا عم في حل، العب ب 4-1 العب يا عم الحاج بعمر عبد واحد وعلي جبر ومحمد عبد المنعم واحمد فتوح، والعب بالنني. ادينا حاطط العب بالنني، والعب فوق النني 4 زيزو وتريزيجيه ومصطفى محمد. ماشي، زيزو تريزيجيه ومصطفى وحمدي فتحي. حط مروان عطيه وخلي مصطفى محمد لوحده. لو هتلعب بالفرو دلوقتي يبقى في الزياده نقلب الطريقه ل 4-2-4 في الهجوميه، في الدفاعيه ترجع 3-3-4. لكن انت النهارده تلعب ب 4-3-3، ومره واحده الاقيها 5-4-1، ومره واحده الاقيها 4-2-4، وما فيش ترحيل في الملعب. ده احنا في مصيبه. ما فيش لعيب منتخب مصر مش قادر انت توظفه، ما يبقاش عارف يعني ايه رحل في الملعب. يا اخي والله العظيم بعد ما اتفرجت على الماتش ده اتضايقت نفسيا. والله قلت للراجل ما تركب له الوصله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم كابتن شريف انجليزي من ملعب النجوم. عاملين ايه النهارده؟ اخباركم واخبار الدنيا معاكم؟ يا رب تكونوا بخير يا رب دايما. عايزين نبدا كده بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والموضوع التاني ندعو لاخواننا في غزه ان شاء الله ربنا ينصرهم نصرا قريبا باذن الله، ونفرح كلنا ان شاء الله. والله الواحد يعني زعلان مش فرحان. زعلان على منتخب مصر فيه اسماء زي محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، عمر كمال،
محمد هاني، محمد حمدي، علي جبر، محمد عبد المنعم، احمد حجازي، الشناوي، حمدي فتحي. يعني الواحد مش يعني انا اقول إيه بس، لا 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 محمد رسول الله. يعني النهارده قاعد بتفرج على ماتش منتخب مصر وانا زعلان. يعني انا زعلان إني اتفرجت على منتخب مصر. والله العظيم قلت للراجل تعالى اعمل لي التوصيله بتاعه الماتشات بعد ماتش منتخب مصر، قلت له ما تركبش التوصيله. ما تركبش التوصيله من اللي بشوفه. يعني عايز اقول لك ايه، توظيف غلط لمحمد صلاح. يا عم عشان خاطر ربنا، احنا معودين على الراجل مع ليفربول بيلعب هاف رايت ويدخل لجوه الملعب يعمل دبل باس، ان كان مع رقم 10 ولا رقم 8 على الارقام اللي انتوا بتقولوها في الدورات اللي عمالين ناخد دور السي والبي والا والدي والاف. يا ياخد الراجل ويعمل لجوه، يا بياخد الراجل ويشتغل واحد على واحد، ودي بتاعته في ليفربول. يعني يورجن كلوب مخلي صلاح نجم من نجوم العالم، واحنا في مصر هنا مش قادرين نستفاد من محمد صلاح، وقاعدين نقول ده محمد صلاح مش كويس، ده محمد صلاح مش عارف ايه. يا جدعان الراجل ده حاجه غير عاديه، الراجل ده امكانياته عارفها يورجن كلوب. لكن الراجل النهارده موظفوا لي من متى محمد صلاح بيلعب رقم 8 و10، ومن متى منتخب مصر بيلعب بفريد وهمي. يعني انا عايز اعرف على السبوره مكتوب 4-3-3، جوه الملعب مكتوب 4-1-4-1. يعني عايزين نتكلم مع بعض كده. انا يعني قولوا لي فيها بس. يعني حاجات غير عاديه بتحصل كده، والحوار اللي بيحصل ده ما ينفع. ده لو واحد عاجل او مجنون مش هيعمل اللي هو بيعمله دوت. النهارده راجل وقف الشناوي، والراجل بتاع موزمبيق عمال يهاجم من الناحيه الشمال، يهاجم من الناحيه الشمال، يهاجم من الناحيه الشمال، يهاجم من الناحيه الشمال. يا عم وقف تريزيجيه فوق، وقف تريزيجيه، ولا الباك هيقدر يزيد. وقف محمد صلاح الناحيه الثانيه، ناس ولا الراجل هيقدر يزيد اللي عمال يعمل عكسيه من الناحيه الشمال للناحيه اليمين، عمال يعمل عكسيه من الناحيه الشمال للناحيه اليمين. وقف واحد فوق، وقف محمد صلاح، يبقى انت وقفت الباك معاه، يبقى ضربت ناحيه، ضربت جبهه. وقف محمد صلاح وتريزيجيه فوق كده يا عم الحاج، انت طير الاثنين فوق، وخلي مصطفى محمد ينزل ياخد الثانيه في العمق. هتوقف الجبهتين، هيضطر يلعب في العمق، تروح انت جاي في نص الملعب. لكن احنا النهارده الراجل عمال ماسك محمد حمد وين واحنا من بره مش قادرين نجري الملعب. كل الجهات مش قادر يجري الملعب. ده ايه يا عم المرار ده؟ جهات منتخب مصر مش قادر يجري الملعب.